رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة والفقرة المحببة ليا شخصيا المداخلات سادة المستمعين. وأول تليفون معانا نقول ألو. ألو. أيوه. أستاذ مليجي صباح الخير عليك، ويعني ده مشرفنا ومنورنا. اتفضل يا أستاذ مليجي. أنت أنت بالصحة والسلامة. اللهم آمين. كلهم بيسلموا عليك. أنت بالصحة والسلامة. إن شاء الله. إن شاء الله. ماشي. اتفضل. ماشي. طيب ماشي ماشي، حاضر حاضر. ماشي. حصل. حصل. وانت بالصحة والسلامة. جهاد جريشة ماشي خلاص. بشكرك يا زميليجي. طبعا هو اللي قال السؤال وقال الكلام ده كله على شخصي، فبشكرك يا زميليجي وكل سنة وحضرتك طيب. في تليفون تاني معانا نقول الو. طيب استاذ مليجي طبعا بيتكلم على الحكام المصريين. ان شاء الله احنا في البطولة دي بنشجع فريقين حقيقة. في بطولة كأس الأمم اللي جاية ديت احنا كمصريين هنشجع فريقين. الفريق الأول طبعا فريق منتخب مصر، كلنا ورا المنتخب. وإن شاء الله ربنا يكرمه ونوصل للمباراة النهائية، وإن شاء الله المرة دي بقى ناخد البطولة ونرجع بالكاس البطولة الثامنة. وفي نفس الوقت الفريق التاني بالنسبة لنا هو الحكام. احنا كلنا مع حكامنا إن شاء الله يشرفوا التحكيم المصري. علم مصر مرفوع من فريقين بيمثلوا مصر، المنتخب مصر والتحكيم المصري. تليفون معانا نقول الو. صباح الخير يا فندم. الحاج حسن من ناحية. اتفضل يا حاج حسن. ربنا يبارك فيك. معلش انا اسف على الاسبوع اللي فات كنت غياب، النهارده موجود معاكم. يا رب يا رب. حقيقة. حقيقة. وجهة نظرك تحترم يا حاج حسن. شكرا جزيلا يا حاج حسن. الحاج حسن بيدعي للتوفيق لمنتخب مصر، وبيدعي للتوفيق للحكام المصريين، ومش عاجبه طبعا رئيس لجنة الحكام المصرية فيتور بيرر. تليفون تاني نقول الو. وعليكم السلام. اهلا بيك. مين معايا؟ استاذ مصطفى شهاب. منين يا استاذ مصطفى؟ مش الشرقيه. اتفضل يا استاذ مصطفى. ان شاء الله نشجعهم كلنا النهارده وندعي لهم النهارده بالتوفيق ان شاء الله. حاصل حاصل. ان شاء الله. يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله كامل التوفيق. شكرا يا استاذ مصطفى، وكل سنه وحضرتك طيب. الاستاذ مصطفى شهاب طبعا بندعي معاه للمنتخب المصري، بندعي معاه للطاقم التحكيم المصري اللي هيمثلنا او الحكام المصريين الموجودين في البطوله بكره النهارده امين عمر ورفاقه، وبكره ان شاء الله منتخب مصر محمد صلاح ورفاقه. فطبعا فريقين يا جماعه احنا كلنا وراهم، منتخب مصر والتحكيم المصري في البطوله. عايز اقول يعني كاس الامم يا جماعه عرس بيحصل كل سنتين. بطوله كبيره، البطوله الاكبر في الاتحاد الافريقي. بتختار دايما الافضل كمنتخبات والافضل كحكام على مستوى القاره. والاختيار ده ما بيجيش كده، ما فيش مجاملات في التحكيم. التحكيم دايما يختاروا الافضل، ذا بيست اوف ذا بيست، افضل الافضل. وبالتالي الحكام اللي تم اختيارهم في الاتحاد الافريقي دولت هم الحكام الافضل على الساحه حاليا. محدش يشكك في ده، لان ده الحقيقه، ده الواقع.
دايما يختار الافضل. ممكن في ناس تبقى موفقه وتعمل بطوله عاليه، وفي ناس ممكن تخطئ. التحكيم على فكره ما فيش فيه ملوش كبير، يعني وارد كل شيء يحصل. نتمنى ان شاء الله التوفيق لطاقم التحكيم المصري او الحكام المصريين اللي بيحكموا في البطوله، ونتمنى الحكام اللي يتحكم لنا ماتشات المنتخب المصري تبقى موفقه، عشان ربنا يكرم المنتخب ويروح لابعد مسافه ممكنه في البطوله. البطوله زي ما قلت لكم هتبتدي ان شاء الله النهارده 13 يناير، والنهائي هيبقى 11 فبراير اللي جاي. البطوله بتتابع من كل العالم، مش بس افريقيا ولا دول عربيه ولا افريقيه، لا، من العالم كله بيتفرج عليها زي ما بيتفرج على اسيا في نفس الوقت. بطوله مهمه، دايما تبرز بطوله افريقيا دي، تبرز منتخبات البطل اللي بيتولد في البطوله، وتبرز حكام. الحكم النهائي بيتولد في البطوله، الحكام المرشحه بتتولد في البطوله. يمكن البطوله دي 10 حكام بس او 11 حكم من ال 26 حكم ساحه معروفين، او حكام حكموا قبل كده في بطولات، منهم امين عمر 3 بطولات، مصطفى غربال 3 بطولات، دي 3 بطوله ليه. امين عمر 3 بطولات دي. وفي حكام اول مره نشوفهم. فالحكم اللي اول مره نشوفه ده هو بيكتب شهاده ميلاده في كاس الامم. يعني بنشوفه هو ممكن يلعب ماتش او ماتشين على اقصى تقدير، بس غالبا بيلعب ماتش واحد اللي هو اول بطوله ليه يعني. بس بيعبر عن نفسه بالماتش اللي بيلعبه ده بادائه، والناس بتعرفه، اسمه بيتعرف من خلال كاس الامم. مهما لعب في ماتشات بعيد عن بطولات، الناس كلها بتعرفه في كاس الامم فقط لا غير. وبالتالي احنا بنتكلم ان كاس الامم الافريقيه اللي جايه دي بيتولد فيها البطل كفريق، وتولد فيها نجوم التحكيم الافريقي اللي الفتره اللي جايه، سواء الناس القديمه اللي احنا نعرفهم او الناس الجديده اللي مستواها هيبرز في البطوله وهنشوفها في البطوله. والتحكيم على فكره متابع بصوره كبيره جدا من الاتحاد الافريقي ولجنه حكامه، من الاتحاد الدولي ولجنه حكامه. زي ما اقول لكم العالم كله بيتفرج على البطوله. هنستمتع بشهر كوره، سواء كوره، انا استمتع بالكوره والتحكيم، يعني طبعا التحكيم بالنسبه لنا هو حياتنا. فهنستمتع بشهر كوره ككوره، وهنستمتع بشهر تحكيم سواء في افريقيا او في اسيا. يمكن كده معانا تليفون، نقول الو. صباح الخير يا فندم. معاك الحاج محمد المغربي من محبين كرة القدم المصرية في الستينات، مشجع النادي الأهلي ومشجع منتخب مصر من ساعة ما هو في الستينات. ماشي يا حاج محمد، بس وطت الراديو شويه يا حاج محمد عشان اسمعك. حضرتك منين يا حاج محمد؟ منها طبعا محافظة الجيزة أستاذ. اجدع ناس. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد. أنا ليا 3 نقط بس أتكلم. قول يا حاج محمد. أولا إحنا بنأدي أول مباراة حكام مصريين اللي هم يديروا المباراة بتاع العزل بتاع البطولة. افتتاح البطوله النهارده ان شاء الله، تمام. دي يعني دي المدة الأولانية دي بيوريها، وإن إحنا عندنا حكام على مستوى التحكيم والقوة واللي هم لا، بيحكموا. عندنا حكام على اعلى مستوى. ده ما أول مباراة مصريين يحكموا المباراة، تمام. لأن عندهم قوة وعندهم ما بيخافوش من الجماهير، ما بيخافوش، بيحكموا بالعدل. عندهم اداء وعندهم شخصيه وعندهم قدرات تعمل ده. اتفضل. وبعدين ما بياخدوش حقهم بصراحة. أنا مش بجامل الحكام. اه، احنا بنقطع تاني نقطة، احنا بنقطع حكام المصريين وبنقل بالسلامة لما يكون غلطوا في مباراة ولا حاجة. الناس بنعلق الشماعة على المباراة اللي هو غلط الحكم فلان، ونعمل هي لنا. على فكره يا حاج محمد، ده موجود في كل حته في العالم. احنا في مصر زي ما موجود في اسبانيا، زي ما موجود في ايطاليا، زي ما موجود في فرنسا. هم حكام مميزين، لكن لما بتخطئ بنقول ان هو اخطا، لكن في الاخر عندنا حكام مميزين ويوصلوا ابعد مسافه ان شاء الله، ويوصلوا ان شاء الله لكاس العالم عندنا. عندنا حكام والله على مستوى. هو المصري مفيش يعني عن المصري في كل مكان شخصية وتعليم واخلاق وعدل، تمام. عدل اصلا. النقطه الثالثه. وبعدين النقطة الثانية، أنا بتمنى المنتخب بتاعنا إن هو يكون على قد المسؤولية، ان شاء الله، ان شاء الله. ويكون ويعمل لنا انتصارات ويرفع باسم مصر هناك، وكل اللي لابس المنتخب مصر يلعب باسم مصر، صحيح. وجماهير مصر كلها تقف جنب المنتخب. اكيد، وكلنا اكيد، نستنى المنتخب، اتحاد الكورة، مسؤول الكورة والرياضة في مصر، اكيد. على ان هو المنتخب علم مصر مرفوع في كل حتة، بيشرفنا ويرفع راسنا لفوق. واحنا كلنا مصريين بنحب الشجاعة وبنحب الانتصارات وبنحب احنا في مصر بتحب الفوز. تمام يا حاج محمد. شكرا يا حاج محمد. نتمنى التوفيق للمنتخب مصر.
ان شاء الله يا حاج محمد، شكرا جزيلا ليك. طبعا كلنا مع منتخب مصر وكلنا هنشجع منتخب مصر. يمكن قبل السفر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي راح للمنتخب المصري وزاره في تمرين، ويعني بيقول رساله كده ان مصر كلها ورا المنتخب. كلنا ورا المنتخب، وكلنا ان شاء الله ورا منتخب بلدنا. دلوقتي مفيش مجال لاسم نادي، دلوقتي كل المجال للمنتخب مصر، علم مصر دلوقتي كلنا تحت علم مصر، وكلنا مع منتخب مصر. ربنا يكرمنا ان شاء الله، وفي نهاية الشهر يوم 11 نلاقي المنتخب مصر في المباراة النهائية، وكلنا نفرح، لأن فرحة المنتخب هي فرحة الشعب المصري بالكامل. وإن شاء الله تبقى سنة خير 2024 على مصر وعلى منتخب مصر بإذن الله.